أسرة من اسكتلندا أسلموا مسلمين، جم يقضوا العيد في بلد إسلامي وبالتالي قضوه في المغرب. العيد في المغرب حاجة تانية خالص، وبالذات العيد الأضحى. فجم قضوا العيد الأضحى هنا، لبسوا الجلابة، لبسوا توني أسود الأطلس، التيشيرت بتاع منتخب أسود الأطلس، والسيدة راحوا جابوا لها جلابة ولبستها وعلموها ازاي تعمل بلفاف. من عادات وتقاليد المغرب العريقة، وبالذات في العيد الأضحى له بهجة غير طبيعية، بهجة ليست كأي بهجة. وبالتالي لما يبقى مسلم ومسلم جديد ويجي هنا من أوروبا، من بلد الجفاف، جفاف المشاعر والجفاف الإنساني غير المغرب، ويدوز العيد في المغرب، عارف النقلة الحضارية اللي ممكن تحصل له والنقلة النفسية وحالة البرمجة اللي تجيله. يعني أنا مسلم جاي من بلد مسلم وعندنا طقوس للعيد الأضحى، وقضيت العيد الأضحى في الخليج قبل كده وفي أماكن كثيرة، لكن في المغرب في حاجة ما تعرفش تفسرها. لما تشوف دول هتعرف عايز أقول لك إيه. شوف الفيديو، استنى عشان تشوف واحد عراقي بيعلق بعد مباراة المغرب والعراق بيقول إيه. ديما مغربة. What's he say in Arabic, David? ديما؟ I can't remember. ديما مغرب. Dina Maghreb. ديما Dima Maghreb. What do we think? مبارك ديفيد. Eid Mubarak. Hamza. ماكسين عيد مبارك. Eid Mubarak. أنا بك لابسة الجليبة المغربية. عيد مبارك. Eid Mubarak. This is your one now. Okay. Okay, good. ما شاء الله. دابا ماكسين غادي ديرها، ماما غادي ديرها. يلا. Good. She's doing very good. Good enough. بارك بارك بارك. That's Yeah. You like it, David? You, Maxine? So good, huh? Love it so You, Rebecca? Yeah, it's really nice. دابا جات الوقيته ديال العشيوه غادي ناكلو فيها التقليه. كاين اللي كيقول لها التقليه وكاين اللي كيقول لها الدوار. حنا كان do you think؟ It's lovely. It's really nice. الفور وجد. شوفوا ريبيكا كتشوف كتشوفي واحد شوفها I was بشكال. hoping for some cinnamon to try. ايوا تبسمت. It's okay. يو ماكسين. Yes, it looks lovely. It looks tasty. هو صراحة المنظر لا يساعد، ولكن المذاق راه واعر. يا بغات غير حلوة. No, you have to taste it. You have to try it out. Okay, a wee bit. Go, Rebecca. Oh, she's loving it. You can tell. It is actually nice. Tasty, It is, but the thought of hams, I can't get it out of my head. I'm going to go on to biscuits next. It's nice. It's very nice. It's very fatty. I mean, I like fat, but there's a lot of fat in that, isn't there? قال لك فيه شحال، ولكن هو فيه بشحال عليها بزاف. هي مليانة مع دافيد هو اللي عجبو هادشي، اما ماكسين وريبيكا ما عجبهاش. It's a good David, yeah? It's lovely. Just lamb, isn't it? Yeah, just lamb, yeah. It's different, wasn't it, and authentic, and the food, the dinner I chose was really, really nice. You enjoyed it. The chicken tagine. It's beautiful, it just melted in your mouth. It's lovely. But you weren't too fussy on the chicken No, pastilla. I wouldn't ever eat that again. I didn't like that. No, but I liked the dinner I had, and also I liked the way they did the teach. Yeah, that was nice, cool. wasn't Yeah, it? that was Yeah. cool. What about you, Dad? Yeah, it was lovely. You enjoyed it? Thoroughly enjoyed it. You went for the lamb tagine. Is that your first ever tagine? Yes. Yeah, Yes. it was good. Lovely, yeah. And the chicken pastilla, you quite liked that? I like that, yeah. It was kind of sweet on the Yeah. outside. You don't expect that. You don't expect it, and crispy as well. However, we're just waiting on a taxi because it takes about 30 minutes to walk. Dad doesn't. Dad's not like Mum. He doesn't like walking. No, thank you. العادات والتقاليد والتراث في المغرب مش مجرد عادات او اكلات او تجهيز اكل او معرفش، له طقوس مختلفة، له كلام مختلف، تسمع وقع كلام مختلف، رتم حياة مختلف، كل شيء مختلف. لذلك من يجرب هذه الحياة في المغرب ما ينساهاش. وكل منطقة زي ما قلت قبل كده لها قصتها، يعني كل منطقة في المغرب لها حكايتها ولها ظروفها ولها عاداتها وتقاليدها ولها
تكتها كذا. الدار البيضاء تفضى كلها عن بكرة أبيها. أنا صحيت، أنا جيت يوم العيد الأضحى الصبح، فنزلت في الظهر كده ماشي في الشارع، مفيش حد، مفيش حد غير تشواط الروس، الدراري قاعدين يشوطوا الروس والرجلين وبس. مشيت في الشارع ابص، الله على الهدوء، ايه ده؟ عارف انت الفيلم بتاع طباخ الريس، انت وديتوا الشعب فين يا حاتم؟ هو الشعب ده فين؟ فكنت اقول لاخويا محمد ما شاء الله ده البلد هاديه قوي، فيهز دماغه. مش عايز يقتل لي الصوره الحلوه بس يهز دماغه. اسبوع طبعا والدنيا رجعت زي ما كانت يعني، لكن زي ما بقول لك العادات والتقاليد والذبح والشوي والبلفاف والمعرفش ايه، وبعدين تلاقي اكلات بقى العيد الاضحى، كسكس بالكتف يا سيدي، ولا بالراس يا سيدي، ولا تاخد مثلا البلفاف الكبده والحاجات دي. والتقليه، التقليه دي كنت اشم ريحتها، انا عندي ريحه حاسه الشم قويه جدا، حتى اصحابي يقولوا لي سلوجي. اما ابقى ماشي معاهم اقول لهم ريحه رفيسه، ريحه كسكس، ريحه حريره، المهم كانوا يقولوا لي انت سلوجي. فريحه التقليه دي، التقليه دي اللي هي المصارين الكرشه والكلام ده، بس بيعملوها بطريقه ابدع واروع ما اكلت، مع ان الناس كتير ما بتحبهاش، بس انا مغرم بالتقليه دي، اشم ريحتها اتسطر. العادات والتقاليد كمان، الود واللطف عند الناس. المغاربه ودودين على فكره، ودودين جدا. لما تعيش معاهم وتتعامل مع مغاربه، يعني في بعض الناس هتشاوريك دلوقتي عراقي مقيم في اوروبا تعامل مع المغاربه، فبعد الماتش ما بين العراق والمغرب طلع رافع الرايه ويقول تحيه للمغاربه وبنحب المغاربه. المغاربه شعب طيبين حقيقي يعني طيبين وودودين وناس عندهم حاله. يعني انا بشكر طبعا كل اللي بيعلقوا خاصه على اليوتيوب والفيسبوك، يعني تلاقيهم بيكتبوا كلام لما اقراه على فكره بتبورش. اللي يقول لك انت اخونا، خاصه ان لما اعلق بجمله واقول انا غريب، واحد غريب زيي، انا عشان بشرح للمشارقه يعني، عشان انما انا عمري في هذا البلد اقسم بالله ويمين اتحاسب عليه، عمري في هذا البلد من يوم ما دخلته اول يوم الى الان شعرت اني براني او اني مقيم، بل اني دائما مش هقول بيخوني اللفظ، لكن بيفرض نفسه اللفظ دائما اقول احنا، وانا اتحدث عن المغرب احنا عندنا، وده على فكره بدون ما اقصد، واحيانا اقول عندهم وفي المغرب وهم، لكن كثيرا اقول احنا، وده ناتج عن احساس في يقين نفسي وفي اعماق روحي بان هذا البلد، انا مصري الجنسيه واتشرف بجنسيتي المصريه التي ورثتها، لم اختارها، لكن اخترت وطن المغرب، وده بمحض ارادتي وبمحبه خالصه لوجه الله، ويعلم الله هذا. المهم ان هتلقى من هذا الود لما تلاقي مثلا عراقي مقيم في اوروبا بعد مباراه المغرب والعراق وما اثير حولها من جدل ومحاولات القراقير انهم يدخلوا يعملوا بقى الحكايه وشوفوا بيقولوا عليكم ايه وشوفوا ايه، خاصه العراقيين كانوا لعنوا شرفهم ايام مباراه كاس العرب وحاله العنصريه، وقعدوا يعنصروا عليهم ويقولوا لهم يا شيعه يا معرفش ايه يا ده. فرغم محاولات القراقير بانهم يدخلوا في التعليقات يوقعوا بين المغاربه والعراقيين، الا ان العراقيين شعب طيب كريم عظيم رائع جدا حقيقي، يعني يعلم الله، ولذلك لم يتاثروا، بل خرج عراقي قال الكلام الجميل ده. اسمع واستنى هقول لك باقي الحكايه. يعني بدون عنصريه، اتمنى احد ما يزعل مني. خلينا نحكي صراحه، باقي لنا 200 سنه نوصل على اهل المغرب. اخي اهل المغرب عندهم عز وكرم واحنا ما عندنا، يمكن يعني شيء طبيعي، وفدوى للشعب العرب كله وخصوصا للمغرب، وعاش المغرب وملك المغرب ويحيى المغرب. وتحيه، لا تنسى الكومنتات ولايكات من اخوكم العراقي، والله احبكم. في المغرب ناس ليسوا كأي ناس، طيبين ودودين محبين، مفرداتهم سواء في الكلام العادي او مفرداتهم حتى في كلامهم في درجتهم، الدعاوي جميلة تمس القلب، الكلام يمس القلب. الله يرحم الوالدين سيدي فلان، مؤدبين بشكل ملحوظ. ولذلك
انا دائما انشر ليه فيديوهات زي العراقي ده او زي الاسره اللي في اسكتلندا دي، مش عشان انا غاوي ده، لكن المساله كلها، شكرا، المساله كلها عايز اقول لك ان الشعب ده كل من اتى وتعامل معه الشهادات دي، لان انا ممكن تقول شهادتي مجروحه بما اني مقيم واعتبر نفسي اني ابن لهذا الوطن اللي انا اخترته، واني بحبهم، ايوه، واكل معهم عيش وملح، ايوه، بيني وبينهم علاقات، فلذلك يمكن تعتبر شهادتي مجروحه. فدائما بحب اجيب الناس دي، لان الناس دي ما دي جايه زياره، زي ما انا جيت اول مره زياره، وقعوا في غرام هذا البلد، وقعوا في محبه هذا البلد. ليه؟ لان ناسه يستاهلوا، ناسه زي ما انت شايف كده اسره من اسكتلندا، بس عشان مسلمين واسلموا جديد، تعالى بقى اشربك الاسلام واحببك في الاسلام. ونشرت لك قبل كده فيديو لادريس ملك النحل في اوروبا. ادريس ملك النحل هولندي، هو من هولندا، بيقول لك اسلمت بدجاجه، كل دجاج مع مغاربه اسلم. قال لهم ايه ده؟ قالوا له ديننا. بداوا يتكلموا معاه. وريتك قبل كده فيديو في اديس ابابا، مهندس مغربي اسلم على ايده 150 واحد، مهندس مش فقيه، مهندس، لكن من معاملته وكلامه ووده الطيبوبه اللي فيهم اسلم على ايده 150 واحد. ولا نشر الفيديو ده واحد اردني مش مغربي، اردني، اللي بيتكلم بيقول لك ظاهره عجيبه، دخلت اصلي لقيت ناس من اثيوبيا، ودول معروفين نصارى متعصبين لنصرانيتهم، فسالتهم ايه الحكايه يا جماعه؟ قالوا لي اسلمنا على ايد مهندس مغربي. وهناك الكثير من الحكايات لهذا الشعب الطيب الكريم العظيم الذي اتشرف ان الله سقني اني اعيش وسطهم، وده علامات رضا الوالدين، الحمد لله والشكر لله. لذلك لا تخرج من الفيديو قبل ان تقول عمار يا مغرب. دي الحكايه، اشوفكم على خير.